دلوقتي انا لسه صاحي وطالبه معايا باكله ما اكلتهاش من زمان قوي. والاكله دي كنا بناكلها واحنا عيال صغيره، بس الصراحه هي جامده جدا. حلو. فتعالوا كده اخدكم معايا في جوله ونعملها قبل ما حد يصحى ونعمل له مفاجاه حلوه. هو دلوقتي انا عندي مشكله واحده بس، مش عارف امسك التليفون واعمل اكل في نفس الوقت، فانا مش عارف احط التليفون ده فين، احطه فين. على ما اعتقد كده الرؤيه هتبقى حلوه، يعني هنا باين تمام. المهم كل اللي احنا هنعمله هنعمل هعمل لكم مكرونه شعريه باللبن والسكر. الله 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 الله. اول واحد من الزباين صحي، هنجيب هنا كده معلقه سمنه، محتاجين نجيب معلقه خشب عشان ما نتضربش النهارده. والله يا جدعان انا مش عارف انا حاطط كده شويه ولا كتير ولا بس شغال بقى. بعد ما السمنه بقى كده تسخن جايين نازلين عليها بالشعريه. الله على الريحه، الريحه جامده. وبعدين نقعد نقلبها كده لحد ما لونها يصفر شويه. بصوا يا جدعان شكلها عامل ازاي، طبعا مش عايز اقول لكم الريحه عامله ازاي، الريحه جامده قوي. المهم ان احنا نقعد نقلب كده شويه حلوين، بعد ما اخلص تقليب بقى هجيلكم. بصوا احنا كده كده مية مية، محبش اغمقها، اهم حاجه تقعدوا تقلبوا على طول على طول على طول عشان ما تتحرقش، ماشي. وبعدين بقى المفروض ان احنا نكون مسخنين ميه، معلش بقى التصوير النهارده على قده عشان الجندي المجهول بتاعنا مش موجود. وبعدين ننزل كده بالميه. شفتوا المنظر ده؟ اهم حاجه توصلوا الميه عند اخر المكرونه بالظبط، ونهدي النار بقى عليها خالص، هي النار هاديه، ونقعد نقلب بقى. شايفين الميه بتقل ازاي؟ طبعا انتوا هتسالوني انا عملت الاكله دي ليه. انا لقيت في ناس عندي يعني من بلاد تانية ومن اماكن تانية ما تعرفش الاكل اللي احنا بنعمله، فانا قلت اي حاجه بقى نعملها لازم نصورها. خلصت بقى الحمد لله، مية مية اهي. تعالوا بقى نحطها في طبق واقول لكم دي بتتاكل ازاي. نجيب طبق كده ونفضي فيه. ده حطينا في طبق اهو. بعدين ننزل بقى عليها بشوية لبن كده، ومن فوق بقى كده رشة سكر حلوة براحتكم بقى. اعذروني بقى يا جدعان من الاوضاع بتاعت الكاميرا اللي انا عمال اعملها دي، مفيش حد بيصورني وبحاول اعتمد على نفسي. تعالوا بقى بصوا الحلويات، بصوا كده بقى اللبن مع السكر مع الشعرية. طبعا الاكلة دي اسمها شعرية باللبن، يعني ملهاش اسم. يلا ندوق، بسم الله. اقسم بالله جامده. سيبوكم من ان انا اللي عاملها، هي اصلا اكله جامده. الفتره دي اللي بيجي في دماغي بدخل اعمله على طول، وانت كمان اي حاجه نفسك فيها اعملها، وما تشيلش للدنيا هم وما تحسبهاش، وخلي كل حاجه بظروفها. واشوفكم في فيديو جديد، واهم حاجه بقى تنزل دلوقتي تعمل اشتراك في القناه وتحط لايك متين على الفيديو. سلام.